أهلا بكم أعزائي الشباب في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجنا شباب وآراء. يمكن برنامجنا شباب وآراء دايما بيطرح أفكار الشباب البناءة اللي بتحاول بقدر الإمكان تقدم لمجتمعها المصري شيء جديد ومفيد للغاية. النهاردة يعني هنحط كده سبوت مضيء صراحة ولوحة شرف كبيرة قوي على بداية القناة، مش بس على بداية القناة، ده كمان على يعني حلقتنا النهاردة بنخلد فيها أسماء جميلة بحروف من ذهب استطاعت ان هي تتحد مع بعض وتقدم عمل خيري في منتهى الروعة، عمل في منتهى الإنسانية. العمل دوت عبارة عن اتحاد جديد لصيدليات خيرية في مصر بأفكار ومجهودات وأعمال شباب في جامعاتنا المصرية في كليات الطب وكليات الصيدلة. يمكن الفكرة خرجت من جامعة المنوفية وكانت ده من مدة كبيرة جدا، لكن كانت على استحياء يعني أعمال خيرية متقطعة هنا وهناك. الجامعات لما عرفت بهذه المبادرة بدأت تقلد المنوفية وبدأت كمان هي يعني تجتمع وتحاول بقدر الإمكان أنها تقدم هذه الصيدلية الخيرية اللي كان الشباب فيها بيحاول بقدر الإمكان أنه يجمع الأدوية المتبقية عند عدد كبير جدا من المواطنين علشان يجمعها ويعيد تغليفها مرة تانية وترتيبها وتقديمها بشكل منتهى الشياكة في صيدليات بتقوم هي كمان بدور يعني جميل وإنساني، بتقدم خصومات كبيرة جدا لناس يعني بسيطة محتاجة أدوية لكن مش قادرة تشتريها. الفكرة لما بدأت تنتشر لقينا عدد كبير من الجامعات بدأ يقوم بهذا الأمر. طبعا فطنت الكلية اللي خرجت منها المبادرة وبدأت تقول طب ليه أنا ما أعملش اتحاد لهذه الجامعات وسموه اتحاد الصيدلة الخيرية لمصرنا الحبيبة. النهاردة أعزائي الشباب هنشوف الفكرة اتحققت ازاي وازاي جت خطواتها وازاي بقى فيها نوع من الإثمارية وازاي كتير قوي من الناس بتدعي لهؤلاء الشباب واحنا كمان بندعي لهم ان هم عملوا هذا العمل الخيري اللي ربنا سبحانه وتعالى اكيد هيجرهم عليه. بيسعدنا أعزائي الشباب ان يكون معنا يعني هذا الفريق او الاتحاد اللي اخذ من كل جامعة مجموعة وبدأوا هم كمان يتحدوا مع بعض عشان الفكرة تبقى شكل أعمق بكتير، وده يمكن من سنة مضت. يعني الفكرة بدأت تلمع أكتر وتدي ثمرة أكتر من السنة اللي فاتت. بيسعدنا أعزائي الشباب أن يكون معنا كل من الطالب محمد عامر، هو مسؤول الصيدلية الخيرية ورئيس الاتحاد وهو طالب بجامعة المنوفية بكلية الطب الفرقة السادسة. أهلا وسهلا بك، منورنا. ومعنا أيضا أعزائي الشباب الطالب المتميز عبد الرحمن زقزوق، هو طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب بجامعة طنطا وهو مسؤول الصيدلية الخيرية بجامعة طنطا هناك. أهلا وسهلا بك، منورنا والحمد لله على السلامة. الله يخليك. بنبدأ مع رئيس الاتحاد ونشوف الفكرة بدأت ازاي. حضرتك قلت لي قبل التسجيل ان الموضوع ده كان من 10 سنين كانت بداية الفكرة، لكنها كانت على استحياء ما كانتش منظمة بشكل كافي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو زي ما حضرتك قلت ان احنا بدايتنا كفكرة الصيدلية الخيرية هي بدأت من 10 سنين. احنا النهارده 1/1/2017، احنا كانت بدايتنا في اغسطس 2016 كفكرة الصيدلية الخيرية في حد ذاتها. تمام. الفكرة كانت قايمة على ان احنا نحاول نوصل للمريض الفقير المحتاج، تمام، وفي نفس الوقت نحاول نستغل الموارد الدوائية بحيث ان هي توصل في مكانها المناسب. بعد كده بقى هو كان احنا بعد ما بدأنا الصيدلية الخيرية في طب المنوفية انتقلت الفكرة بعدها بسنتين لبنها. وكان التعاون بيننا في الاول كان بيبقى على استحياء، يعني مثلا اللي هو بيبقى بصورة شخصية. لكن بعد كده اللي هو من حوالي سنة كده اللي هو في 2016 بدأت فكرة بقى اتحاد الصيدلية الخيرية على مستوى مصر، ويبقى التعاون بصورة منظمة اكتر ما بيننا وما بين بنها، وفي برضه طنطا كانوا شغالين ودخلوا معانا، وفي جامعة مصر، وفي برضه صيدلة 6 أكتوبر وكده. ليه بالتحديد في هذه السنة الماضية كان هناك مبادرة جماعية أو محاولة عمل اتحاد للجامعات؟ وإيه فكرة الاتحاد؟ إيه اللي هيضيفه الاتحاد ليكم؟ هو الفكرة إن هو يعني إحنا لما كنا بادئين قبل كده هو كل واحد كان شغال مع بس نفسه. كان شغال مع نفسه. أنا مثلا كمحمد ممكن أعرف محمد السيد مسؤول في صيدلية بنها أو كده، فممكن ما أكلمه لو حاجة بطريقة شخصية. فاحنا دلوقتي الصيدليه هي كلنا بنكمل بعض، يعني هي الفكره احنا عايزين نوصل في الاخر ان احنا نبقى ايد واحده، بحيث ان هو مثلا لو حصل ديفكت او اي حاجه في اي صيدليه تعوضه الصيدليه الثانيه، وفي الاخر نخرج كلنا ان احنا الفكره تمتد على مستوى الايه
الجمهوريه، بحيث ان احنا الكليات سواء بقى كليات الطب او كليات الصيدله. احنا عندنا على فكره في جامعه المنوفيه في برضه مش كليه الطب اللي شغاله برضه، احنا عندنا دلوقتي في كليه صيدله لسه فاتحه جديد السنه اللي فاتت دخلت معانا، كليه اقتصاد منزلي برضه، كليه اقتصاد منزلي وكليه تمريض بيتعاونوا معانا برضه، في ناس من المجمع او كده المجمع النظري. فهي الفكره ان احنا بنحاول ان مثلا شبين مع بنها مع طنطا مع 6 اكتوبر نحاول بقى يبقى في امتداد على مستوى المحافظه، بحيث ان يبقى في بقى فعلا اتحاد صيدليه خيريه على مستوى مصر. احنا عاوزين نعمل بنك للأدوية الخيرية، ده يمكن إضافة، بحيث أن يكون ليه مكان في كل محافظة من المحافظات ويلم جمع هذه الأدوية البسيطة والتبرعات. يعني ناس كتير قوي قوي بيبقى تلاقي عندها أدوية مش محتاجاها، رغم مثلا انا ما بحاولش اجيب ادويه كتيره، لكن يمكن بخلي برضك عندي صيدليه صغيره كده، ممكن بس في الحاجات اللي هي مش المرتبطه بالرعايه، لكن المرتبطه بقى بشويه صداع على شويه المغص مش عارف ايه، حاجات اللي زي دي بتبقى محتاجينها جدا في البيت. لكن ما فيش مانع ان الانسان يخرج كل ما عنده علشان الناس اللي محتاجه هي كمان تقدر تستفيد. بحييكم. طالب عبد الرحمن زقزوق، اسمح لي، ازاي سممتم الفكرة في جامعتكم جامعة طنطا، وازاي بدأتم، وهل حققتم نجاحات فيها زي ما انتم حاسينها الآن؟ تمام. هو الفكرة بس كلها ان احنا في المجال الطبي في شباب كتير عايزين يعملوا خير. كويس. طب هو لقينا في جامعات خيرية بتعمل حاجات كتير، ناس بتساعد فقراء، ناس بتوفر لهم محتاجات، عرايس كده، ناس كتير بتساعد. فقلنا ايه الحتة اللي تميز المجال الطبي اللي احنا ممكن نساعد فيها يعني، الحتة اللي تميزنا. فمنها جت فكرة الصيدلة الخيرية. اللي هو الفكره كلها ان لقينا في ادويه كتير ممكن نستغلها ما بتستخدمش في المكان الصح، وفي مرضى كتير محتاجين كتير خالص يعني. صح. فمن هنا بقى نشأت الفكره ان احنا نكون الكونكشن ما بين الناس دي، يعني هنكون حلقه الوصله ما بين الانبوت اللي هو الدواء اللي ملوش استخدام، والاوتبوت اللي هو المريض اللي هو مش لاقي دواء يستخدمه. بس هنا الفكره نشأت بقى. جميل. قول لي الادويه واشكالها ايه واحجامها ايه، وهل هناك اختلاف في الاسعار وفي النوعيه؟ يعني بنلاقي مثلا بعض الادويه الغاليه اصحابها بيجيبوها بالالافات، ممكن تجيبها من بره مصر كمان، وممكن بيجيبوها مثلا من مصر، لكن هي تعتبر يعني في حد ما غاليه، يعني ممكن اصحابها يرجعوا حتى شريط للصيدليه، لكن هم عندهم حرص ان الادويه اللي عندهم دي يتبرعوا بيها، يقدموها بوجه خيري. قول لي ازاي كنتوا بتعرفوا العائلات، وازاي كنتوا بتتواصلوا معاها عشان تلموا هذه الادويه؟ هل كان من خلال طلاب الجامعه بدايه، ولا كان هناك حركه مثلا معينه في الشوارع في الاحياء بشكل او باخر؟ تمام. هو بالنسبه للادويه الغاليه فعلا ما شاء الله هو الشعب بتاعنا الصراحه بيحب الخير الحمد لله ما شاء الله. فعلا بيجي لنا كذا اوقات مثلا ادويه اورام غاليه جدا ومش متواجده في مصر كلها، كمان نلاقي ناس جايب لنا كميات كمان. الحمد لله. اتفضلوا دول شوفوا انتوا تتصرفوا فيهم او كده. بالنسبه ممكن يكونوا احبائهم كمان توفوا وسابوا هذه الادويه كتير. ربنا يرحمهم. الله يرحمهم. بالنسبه بقى للحالات، هو الفكره كلها ان احنا عددنا المصادر الحاد بتاعتنا. يعني مثلا في حالات الجامعه نفسها لو دكاتره او الناس اللي معانا يعرفوا ناس ده بنشتغل عليهم. كمان مش كده بس، احنا كمان تواصلنا مع المستشفيات بتاعه الجامعه. تواصلنا مع دكاتره هناك، بحيث اي مستشفيات الجامعه تقريبا دي بيروح على الفئات الفقيره الى حد ما يعني. تمام. فغالبيه اللي بيروح ده بيكونش مقتدر من العلاج اللي الدكتور بيكتبه له، فممكن يتواصل معانا واحنا نوصله العلاج او ممكن يجي ياخده او كده. جميل. في حاجه اخيره كمان، احنا تواصلنا مع الجمعيات الخيريه نفسها اللي مش شغاله في المجال الطبي. دول بيكون معاهم حالات بيكفلوها مثلا باعانات ماديه او اجتماعيه او كده. عندهم بس ديفكت في الجانب الطبي، ده بيتواصلوا معانا احنا بنوفر لهم سواء علاج او كشف. دول من المحتاجين بقى، اللي هم المحتاجين عشان يقدموا لهؤلاء المرضى ويقللوا تكلفتهم كمان. بالظبط. جميل قوي. طيب عاوزين نعرف ازاي بيتم جمع هذه الادويه وازاي بيتم التعامل معاها. انا عندي شريط هنا وده عنده شريط هناك، ممكن تكون العلبه مش موجوده حتى ساعات، او ساعات الكميه يعني صعب قوي انك تحطها في علب. هل بتجزئوها؟ طيب هل بتجمعوها؟ وازاي بيتم تجميعها؟ عاوز اعرف. هو كانت البدايه اول ما بدانا كان الموضوع كان لسه في اوله، فهي كانت الفكره ان انا مثلا لا قدر الله حد مثلا تعب عندي وخد علاج فبقى مثلا منه علاج او كده، فانا باجي بتبرع بيه للصيدليه. الموضوع بعد كده اما سمع في الكليه عندنا بقى يبقى منظم اكتر، بحيث بقى ان الادويه كترت تمام، وبقت محتاجه اللي هي تتوزع للمرضى او كده بناء على احتياجهم.
ده المصدر الاول اللي هو مثلا الطلبه اللي عندنا في الكليه دول، لو حد بيجيب لنا دواء. في عندنا برضو في صيدليات خاصه، دي المفروض بتتعامل معانا مع الصيدليه، تدينا زي رصيد شهري كده دواء، بحيث ان احنا معانا برضو حالات اللي هي بتحتاج العلاج ده. في برضو الدكاتره عندنا في الكليه، اللي هو والله دكاتره عارفين الصيدليه الخيريه وبيتعاملوا معاها من زمان، وبرضو لو حاله محتاجه كشف عندنا او كده، الدكتور بيتبرع بان هو بيكشف مجاني ممكن من العيانات اللي هي عنده. في برضو لما نيجي ننزل قوافل او كده، ممكن برضو شركات ادويه تدعمنا بدواء. احنا بعد كده الدواء ده اما بنجمعه بيبقى بقى في طريقه تخزين. طريقه التخزين احنا مقرنا في الدور الاول في كليه طب، في الكليه دي منفذه على المستشفى، يعني في حلقه متصله بالكليه عندنا. احنا عندنا ثلاجه المفروض لحفظ الادويه، عشان في ادويه بتحتاج درجه حراره منخفضه. في برضو اللي هو الادويه بنحاول ان احنا تبقى متقسمه عندنا. الاول طبعا بتتفرز من حيث الصلاحيه، والادويه طبعا الاكسبارد بتروح عشان تتعدم. في برضو الادويه اللي بعد كده بتتقسم بقى، سواء مثلا هتتقسم على حسب ابجدي او على حسب التخصصات. بعد كده بقى بتيجي مرحله الصرف دي بتبقى من خلال في برضو صيادله بيتعاونوا معانا ان هو لصرف الادويه او كده. تمام. بنقول الأدوية كلها تاريخها مش زي بعض، يعني في تاريخها ينتهي يمكن بعد أسبوع، وفي تاريخ تاني يعني لسه صاحبه جايبه والحمد لله ربنا من عليه بالشفاء، وفي حاجات تانية أصحابها ما يعرفوش إن هي بقت اكسباير، ما بقتش مناسبة للاستخدام. إزاي بنتعامل مع هذه التواريخ وإزاي بنصنفها؟ لأن ممكن مجرد إن احنا نخزنها في مكان نلاقي بعضها انتهت صلاحيته، وغيره كان محتاج في فترة الأسبوع أو الشهر اللي كان فاضل في تاريخها إنه يلحق الدواء. عاوز أعرف يعني إيه اكسباير، ويعني إيه فترة صلاحية، وهل لو عدى يوم أو 2 أو 3 منه من تاريخ الدواء نفسه بقى اكسباير، معنى كده إنه ممكن يكون ضار ما يكونش نافع، ولا المادة الفعالة هي اللي فقدت قوتها؟ تمام. هو بالنسبه لفتره الصلاحيه، هو كل دواء بيكون ليه فتره صلاحيه معينه. كويس. في ادويه بتكون شهور، وفي ادويه بتوصل لسنين. الفكره بقى بالنسبه لفكره ان لما فتره الصلاحيه تنتهي ايه اللي بيحصل؟ فغالبيه الادويه بتكون الفعاليه بس اللي بتقل. هو شائع عندنا ان الماده تحول لماده ضاره او مسممه او كده، بس ده في الغالب ما بيحصلش. وعشان كده احنا اي دواء بيعدي فتره الصلاحيه اللي هو بيوم بس، حتى ده بنحاول نتخلص منه بقدر الامكان يعني. تمام. عشان بس التفكير لكن اللي فاضل عليه اسبوع، اسبوعين، 3 شهر، لا ده بنطلعه. ده بنطلعه اول ما يجي على طول بنطلعه على طول. تمام. لو اتفضل وما لناش حاله تاخده، لو ما فيش حاله موصوفه بالدواء دوت، بنحاول نتخلص منه بقى بعد كده في الاعدام لما فتره صلاحيته تخلص. بالنسبه بقى للفرز نفسه، هو دي حتتنا اللي هي بتاعت الطب بقى. اللي هو احنا في عندنا في الصيدليه متكونه 4 فرق، الفريق الاكبر فيهم اللي هو فريق الفرز. تمام. احنا الدواء لما بيجي لنا من بره، ده فكره فريق الفرز كله انه في الاخر يطلع قاعده بيانات بكل الادويه الصالحه عندنا. ده بيشتغل ادويه بيصنفها على اساس الماده الفعاله ايه، عشان يوديها الدكتور بعد كده لو لقى الدواء عندنا ممكن يبعته لنا بعد كده، وبيصنفها على تاريخ الصلاحيه. ده اهم حاجه، اللي هو بنكتبها بالشهر والتاريخ بالشهر واليوم والسنه. تمام. بحيث ان بنعمل لها ابديتنج كل اسبوعين، بحيث اي دواء مثلا دروبد من الصلاحيه بتاعته او انتهت او كده، ده بنحاول نتخلص منه على طول. جميل. طيب عاوزين نعرف محمد عامر، اسمح لي، الدواء طبعا واحنا بنستخدمه لازم يكون يعني دواء مناسب لروشتة الطبيب. عادة انتوا اطباء ممكن قوي الدواء يتغير اسمه لان المادة الفعالة الموجودة او الاسم التجاري مختلف، لكن المادة نفسها هي المطلوبة. يعني ما بنقولش الدواء باسمه، الدواء ده اسمه ده المتداول، ده اسم التجاري، لكن الاسم العلمي هو ده الدواء الفعلي. يعني ممكن يكون اسمين مختلفين محدش واخد باله، لكن هو ده وده. مين اللي هياخد القرار في انه يوجه هذا الدواء للي محتاج، رغم ان روشتة الطبيب اتت باسم مغاير لاسم الدواء الموجود عندكم في الخزنة بتاعة الصيدلية؟ هل بيعاد الاتصال بالطبيب مرة تانية عشان نريح المريض، او نبقى عندنا طبيب عارف ان ده ممكن ياخد بديل ده؟ وازاي نقنع بقى الناس البسيطة ان الدواء ده هو ده يا جماعة، بس الاسم متغير، خدوه؟ دي اشكالية صغيرة. هو زي ما حضرتك قلت كده، احنا عندنا اولا ما فيش دواء بيصرف عندنا في الصيدليه من غير روجيتا. كويس. تمام.
الروجيتا دي ممكن دواء، في ادويه زي ما حضرتك قلت بيكون الاسم التجاري مختلف، بس الماده الفعاله ممكن تكون مشتركه في اكتر من دواء. تمام. وممكن يكون اسمين، في اسم غالي قوي واسم ايه، واسم لان في الشركات متناول، عاده بتبقى مختلف في الاسعار. في اسم في متناول الجميع يعني. تمام، بس التاثير واحد. فاحنا احنا لما مثلا بنتعرض لحاجه زي كده، الروجيتا جايه والله الدواء موجود عندنا ماشي، لو مش موجود او موجود البديل زي ما حضرتك بتقول كده، الاول احنا المفروض بيبقى معانا صيدلي. والله ما كانش كده، احنا بنعيد الاتصال بالدكتور ونقول له والله احنا عندنا الدواء الفلاني، تمام، ده المتوفر حاليا. ولو كده، لو الدكتور هو اللي في الاخر اللي بياخد القرار يعني، مش احنا، ولان اغلب المرضى اللي بيجوا لنا دول بيجوا من المستشفى وبيجوا من دكاتره اساسا كده كده احنا على اتصال بيهم، تمام. فالمفروض ان احنا الدكتور في الاخر هو اللي بياخد القرار، واحنا في الاخر لو الدكتور جه قال ان هو لا، ان هو ما ينفعش الدواء يتغير او كده، في صيدليات اللي هي بتتعاون معانا ممكن ان هو الصيدلي يطلع له الدواء ده ببلاش يعني. طيب احنا عاوزين نعرف الصيدليات اللي تعاوننا معاها افكارها كانت ايه بالنسبه للموضوع ده، خصوصا انا النهارده لما الاقي دواء ببلاش وانا مواطن يعني متوسط الحال او اقل شويه، ابقى انا عارف والله ان في دواء يعني فانا اقول والله بقى تعالى انا اوفر شويه الفلوس اللي معايا ديت عشان حاجه تانية واشتري الدواء ده. ازاي الصيدليه نفسها بتتعامل بهذا الشكل رغم ان هي عارفه ان اساسها هو الربح؟ فالجانب الانساني ده ازاي يعظم قوي في الصيدليات اللي اتعاملت مع الموضوع، وهل هي بتتعامل معاه بشكل معين انتوا كنتوا شارطين عليها او شايفين ان هي امينه قوي في هذا العمل؟ لان في بعض الناس، مش هنقول الصيدليات اللي شغال، لكن في بعض الناس ضمايرها يمكن باعوها. طب ازاي نديها للصيدليه الكفء، وازاي الصيدليه فكرها يتجاوب بهذا الامر؟ يعني على اي مبدأ هي بتتعامل؟ هو الفكره في اختيار، احنا لما نتكلم الصيدليه بنصراحه بنختار الناس اللي فيه. تمام. في صيدليات فعلا كتير وبترفض، يقول لا انا ده مكسبي ده. في الغالب بقى ما شاء الله والناس كتير خالص قابلتنا وبيجيب لنا باستمرار كمان، يعني مش من اول مره. وكمان في ناس بتجيب لمده صلاحيه كبيره، يعني في ناس بتحاول تتخلص من اللي معاها، مثلا هيخلص مثلا فاضل له شهر خلاص وديه صيدله خيريه مثلا. انما ما شاء الله الغالب اللي كلمناه وتواصلنا معاه غالبيته ما شاء الله كان بيتبرع بكميات كبيره كمان. كويس. بالنسبه للحالات اللي احنا بنحاول نفضل ما بينهم، الحالات هو كل حاله بيكون فيها لها شروط معينه كده عشان نطلع لها ده من عندنا. سواء الحالات اللي جايه من الجامعات الخيريه ده بنتابع مع الجامعات الخيريه، طب دي شروطها، دي ظروفها ايه، لغايه ما اتاكد في الاخر خالص المحصله بتاعتنا انها مش عارفه تشتري دواء. تعملوا لسته كده كبيره تبعتها لهم ولا ايه اللي بيحصل؟ يعني ازاي بتعرفوا الصيدليه الجامعات الخيريه ان في ادويه عندكم وانواعها ايه، ولا هم اللي بيطلبوا منكم وانتوا بترتبوا لهم تحضروا لهم الطلبيه؟ في الغالب بيشوفوا الحالات اللي معاهم ايه ويعملوا بيها قاعده بيانات ويبعتوها لنا، يقولوا والله في الحاله الفلانيه بتاخد ادويه كذا وكذا وكذا، واحنا نحاول نوفرها لهم بقى بعد كده. جميل. احنا جميل. الجانب الانساني اهميته في الطب من وجهه نظرك ايه؟ وانت يمكن رئيس الاتحاد، الفكره طلعت من قلوبكم الرحيمه عشان تقابل احتياجات ناس كتيره جدا عيانه عاوزه ربنا يشفيها. الجانب الانساني بيمثل ايه في الطب وفي الصيدله؟ والله هو الجانب، هو انا يعني انا لما دخلت الصيدليه انا كنت داخل الكليه سنه 2011، الصيدليه كانت بادئه من سنه 2006. فيعني الناس اللي حاليا اللي هي يعني اللي بداوا الصيدليه دي ناس سابت الكليه من زمان وكده، وحاليا لو بيساعدونا فبيساعدونا في نطاق المكان اللي هم موجودين فيه. فهم بداوها كطلبه، يعني ان هو انا ايه اللي اقدر اعمله وانا طالب، ان انا دلوقتي والله في عندنا حاجات خيريه غير الصيدليه، مثلا لو حد عايز يساهم في الناحيه الاجتماعيه. لكن احنا عندنا اللي هو انا وانا طالب انا هحاول ان انا اشوف في المريض ان انا اقدر اساعده من خلال ان انا اوفر له الدواء اللي هو مش هيقدر يجيبه. وبعد كده ان انا ممكن بعد ما بخلص كدكتور بقى او كده وجيت افتح عياده، ممكن ان انا احاول اراعي ده في حته الكشف بتاعي، ان انا ممكن مثلا ايه اشوف يعني اللي هو في يعني ما يبقاش المعيار الاول اللي هو الماده بالنسبه لك. وان هو كمان يعني فكره ان احنا عندنا في الصيدليه مجرد اما حاله تكون مثلا محجوزه في العنايه واحنا جبنا لها العلاج او كده، وان هي ترجع تبقى كويسه. يعني احنا كان عندنا حاله قعدنا معاها بتاع 3 شهور في العنايه يعني. فكون ان هو حاله تقوم وترد وكده،
فدي حاجة يعني كويسة. كون ان دعوة تطلع من خالصة لوجه الله، من واحد غلبان او كده، فدي بالدنيا وما فيها يعني. تمام. فاحنا يعني بنحاول. هو تعقيبا على كلامه، بس هو فعلا يعني شغل الصلاه متعب، سواء الناس اللي بتفرز او الناس اللي بتلف على الصدرات او كده. فعلا ده كله بيتلاشى فعلا مع متعه دعوه مريض او كده، او متعه مثلا حالات مثلا انقذت حياتهم او كده. تمام. يعني كان في حاله، كان في ناس متبرعت بحقن تحت الجلطه، هو الحقن دي لايف سيفنج، اللي هو لو ما خدتهاش تموت. فوديتها للدكتور طوارئ، فيشاء القدر بعدها باسبوع لقيته بعت لي رساله بيقول لي ما شاء الله يا عبد الرحمن، هو كان السبعه اللي انت جايبهم فرحناهم كلهم النهارده 7 عيانين وكلهم صحوا ما شاء من الله. أحيا نفس فكأنما أحيا الناس جميعا. بالظبط. صدق الله العظيم. بعض الأمراض المزمنة بتبقى محتاجة علاج دوري ومستمر. النهاردة مع غلاء الأسعار خصوصا الدواء بقت مشكلة على ناس كتيرة جدا اللي علاجهم مزمن، ويمكن البعض منهم ربنا طبعا بيتولاه برحمته، وبيبقى يا إما تبع تأمين صحي يا إما تبع تأمين شركات يعني أو وزارة الصحة أو نفقة الدولة أو نفقة الدولة. المشكلة في الأمراض المزمنة، بتعملوا إيه مع الأمراض المزمنة زي مرضى السكر مثلا، مرضى الكبد ومرضى القلب وبعض الأمراض اللي بتحتاج لدواء بشكل مستمر؟ هو بالنسبه للمرضى دول احنا بنشوف كل السبل المتاحه اللي الدوله ممكن تساعدهم بيها. تمام. سواء نفقه الدوله او تامين زي ما حضرتك قلت او كده. في ناس بقى حالات في بنود معينه ما بتدخلش تحت بند نفقه الدوله او كده. ده بنشوفه الاول عشان الموضوع ده الى حد ما مؤرق الى حد ما يعني. فبنشوفه ونستكشفه الاول، ده فعلا محتاج خلاص ده هنحطه في الليسته بتاعتنا اللي هي المرضى الدوريين بتوعنا. ده حسب مثلا كل شهر او كل سنه بياخد الدواء بتاعه، ده بيفضل ثابت معانا على طول. تمام. طب احنا ليه ما نفكرش في نطور شويه ادائنا؟ وانا بفكر معاكم برضه، ليه ما نعملش مثلا زي خزينه كده بالازاز الشفاف، ونحط قائمه ببعض الادويه في الصيدليه اللي فيها محتاج القلوب الرحيمه تعطيها لاصحابها من اصحاب الامراض المزمنه او الناس اللي محتاجه من الادويه اللي ناقصه عندكم، ونقول والله وانت بتشتري بتاخد دواك ممكن تتبرع بدواء واحد من ضمن الادويه، فتحط الليسته وتحطوا قائمة الأسعار بتاعتها. أنا ممكن يصادف معايا 5-6 جنيه زيادة في جيبي، مش مشكلة أنا عاوز أصرفهم. ممكن واحد تاني يبقى معاه وفرة مالية وحاسس بأن هو لو وقف مع غيره ربنا سبحانه وتعالى وقف معاه، لأن هناك يعني حديث داووا مرضاكم بالصدقات. فممكن هذه الصدقة لمريض بيعاني نفس الأمر ربنا سبحانه وتعالى يرفع هذا الأمر والاختبار من المريض ده عشان ذويه تصدقوا فيغفر له أو يرفع عنه المرض فيشفى. هل هناك أفكار ممكن طرحها بهذا الشكل؟ وإيه رأيكم في الفكرة اللي أنا بطرحها؟ والله فكرة ممتازة جدا ما شاء الله. يعني يبقى في مجال جلاسس، وحتى يتكتب اسم الكيان اللي هو حضراتكم بأن هو صاحب التبرع، يتصل بيكم ويبلغكم، حتى عشان يحس ان ساعات الناس بتقول ايه وانا ايش ادراني. طب ما ممكن الصيدليه بتكون بتعمل كده، بتحترف هذا الموضوع انها تاخد مني وتقول ان انا هديه لغيري، طب ما انا ايش اعرفني؟ فاحنا عاوزين بردك بعض الحاجات اللي تؤدي الى الثقه في هذا العمل. ازاي ممكن نعملها؟ هو ده ممكن بيطبق بشكل تاني عندنا في الصيدليه. احنا عندنا مثلا معانا زي ما حضرتك قلت اللي هي الامراض المزمنه، احنا معانا حالات من سنه 2006 لغايه دلوقتي. الله يشفيها. يعني من سنه 2006 الحمد لله ان الدواء بيوصل لها كل شهر. تمام. الفكره ان هو احنا عندنا مثلا الدواء، والله في متبرعين، انا المتبرع جاب لي الدواء اهو، بيبقى في الاخر عندي نواقص. النواقص دي مش موجوده، فهو دي انا بجيبها مثلا من الصيدليه، او ممكن مثلا في ناس اللي هم فاعلي الخير اللي حضرتك قصدك عليهم، بس هو صعب يعني حته ان مثلا ساعات يعمل كفاله. يعني ساعات ممكن يعمل كفاله لمريض، مش كفاله بس يعني يتيم، ده ممكن يعمل كفاله. وكانوا بيعملوها، شفتها في عين شمس، كفاله الاطفال الصغيرين محتاجي الدم، فيقول لك 7 من فصيله دمه بيعملوا اختبارات اوكي، وان الطفل ده هو محتاج بيغير دم بشكل مستمر، يتناوبوا على عطائهم للدم لهذا الطفل، فيعملوا كفالة عليه، فتلاقيهم هم يعني حاسين ان هم مش بعيد عنه،
شوف الجانب الانساني والخير. هو زي ما حضرتك قلت، هي حته الصيدليه هي حاليا في وضع الصيدليه الخيريه صعب ان انا مثلا اما ابقى صيدليه كده واحط زي ما حضرتك قلت صندوق او كده لو انا رايح اشتري دواء فاتبرع، لان برضو كفكره صيدليه خيريه مش كل الناس تعرفها. يعني مثلا انا كصيدليه انا معروف على مستوى ايه، على مستوى الكليه اللي هو الناس اللي تعرف الصيدليه مثلا بنها وطنطا نفس الكلام. فاحنا لما جينا فكرنا في فكره الاتحاد يبقى دي احد اهدافها، ان هو في الاخر ان فكره الصيدليه الخيريه دي فكره قوميه. صح. ان هو بقى ساعتها اما مثلا واحد رايح يشتري علاج او كده، لا ده في حاجه اسمها صيدليه خيريه، ومعروف ان هي الدواء الفلوس اللي انا بحطها دي بتروح فين، تمام. فدي تبقى سهله بعد كده لما انا الاسم يبقى معروف، وفي نفس الوقت في ثقه ان هو هيروح الدواء في المكان السليم. جميل. ما فكرتوش الامر يمتد اكتر للاطفال الصغيرين اللي بيرتبط حياتهم مش بالدواء على قد ما بيرتبط حياتهم بعلبه لبن احنا معانا تكون موجوده؟ يعني هذا الجانب ايضا، يعني متهيألي التبرع بعلبه اللبن دي عند الفطام، يعني هو الاب مثلا ربنا كان كرمه فحفظ له 5 6 7 8 علب عشان الصنف ما يخلص او السعر ما يغلاش، زي حالاتنا كده لما نفكر، وزي الناس كتير قوي النهارده، ويمكن ده سبب غلاء الاسعار. المواطن خايف ان السعر يزيد عليه، فهو يا عيني عاوز يحتاط لاكبر وقت ممكن، فيضطر يشتري السلعه اللي قدامه. لو بس التاجر او البياع لعب في دماغه كده وقال له خلي بالك السعر ده هيغلى بعد يومين، فتلاقي الراجل يقول لك اديني اللي على الرف يا عم، ليه انا حاسس ان ده هيبقى صعب عليا، لو انا جيت اشتريته بعد يومين يبقى اكيد مش هقدر اشتري علبه مثلا. ازاي نقدر نعمل موازنه، وازاي نقدر نخلي الناس تقوم بهذا الدور؟ هو مين على الدور؟ طب ناخد محمد زقزوق، عبد الرحمن زقزوق. هو زي ما حضرتك قلت كده الموضوع ده بيحصل معاك موضوع الاطفال دوت، بس الفكره كلها في موضوع الالبان دوت ان المتبرع بيه بيكون لحد ما كميه صغيره. تمام. فما شاء الله، بس ما شاء الله الحد الاكبر بيجي من الصيدليات نفسها. هو في حاجات اللي هو العينات المجانيه بتنزل للصيدليه. الصيدليه كمان عندها رحمه قوي، لا ممكن تحجزها وتخليه لله يعني، وممكن تبيع بالعدد يعني القليل، لكن ما تتاجرش فيه. يعني تقول لا انا مش هتاجر فيه، انا هديها كده لربنا سبحانه وتعالى. في صيدليات فعلا بتحاول تشيلها كلها، بس سواء تديها صيدليات خيريه ثانيه تديها للناس محتاجين، او تخليها الناس محتاجين نفسهم تبقى حالهم بسعر مخفض او كده. تمام. الجانب الخيري ده ازاي نقدر نعظمه في قلوبنا؟ احنا يعني مجتمعنا مجتمع مؤمن الحمد لله، مجتمع برضك فيه نوع من الرحمه والترحم. ازاي نعظم الموضوع ده من وجهه نظرك؟ انت محمد عابر. هو والله هو بالنسبه لحته الخير وكده، فهو بينقسم لناحيتين. في ناحيه اللي هي الناحيه الدينيه، ان هو زي ما حضرتك قلت داووا مرضاكم بالصدقه، وان هو اهميه الصدقه، وان اكفوا المريض والكلام ده كله. في برضه الجانب الانساني، يعني احنا بنحاول لما نيجي نشتغل على الاثنين. ان هو دلوقتي ان هو يعني احنا عندنا الحالات، احنا عندنا يعني متكفلين شهريا فيما يعني ازيد من 50 حاله. ده دول ثابت، ناس بتتكفل مرضى. يعني شهري. احنا الله يبارك لهم. يعني 50 حاله ده ثابت. 50 حاله ممكن اكتر من واحد يعمل كفاله، يعني ممكن مثلا 3 4 يكفلوا واحد مريض. يعني احنا عندنا مثلا نقطه اللبن اللي حضرتك طرحتها دي، والله ممكن صيدليه ان هي مثلا ما ترضاش تديني لبن او كده، فاحنا بيبقى عندنا والله انا الطفل محتاج مثلا عدد معين من العلب كل شهر، انا بقى بجيب اللي هو الكفيل ده واوفرها واللي هو بعرف ده ظروفه وبتاع بعد ما اكون عملت له بحث. يعني مش اي حد مثلا بيجي كده بنقوم بيبقى في مساعده على طول، لا ده بيبقى في نظام تقييم للحاله، والمفروض ان هو في يعني هو الموضوع عندنا بيبقى فيه 3 اطراف. بيبقى اللي عندنا اللي هو العضو اللي عندنا ده اللي بيتابع مع الحاله، وفي اللي هو الحاله، وفي الدكتور اللي هو المسؤول عن الحاله. تمام. يعني ال3 بيتابعوا مع بعض. فهي الفكره ان هي حلقه كلها ودايره في بعض. فلما بيجي مثلا المتبرع اللي هو والله انا هكفل الحاله دي كل شهر او كده، فهي دي بتبقى طالعه لوجه الله. احنا عندنا برضو يعني الموضوع مش فكره دواء بس، يعني احنا عندنا برضو بيمتد لفكره الاجهزه الطبيه. احنا بدانا من سنه 2006 اجهزه تعويضيه. اجهزه تعويضيه وطبيه. يعني احنا بدانا من سنه 2000 زي العلاج الطبيعي وغيره وغيره. احنا عندنا بدانا من سنه 2008
بدأنا نجيب أجهزة لمستشفى الجامعة عندنا وامتد لغاية مستشفى القصر التعليم اللي هي المستشفى اللي جنبنا. وبعد كده رحنا في المراكز اللي هي مستشفى الصحة النفسية والإدمان في ميت خلف. الوحدات المحلية احنا آخر دي بتدي مرة أو مرتين أو 3 مجانا لاستخدام الأجهزة؟ لا، هو مثلا أنا بجيب الجهاز هو ده بيخليه على طول ده موجود صح. في مثلا أنا جايب جهاز تنفس صناعي ده لحالات الطوارئ. حالات تخلوها عندكم وعشان اخر جهاز يحطوا زي اللي جايب عجله كده يعني مريض في اي مريض في المستشفى يسيبها في المستشفى ويقول والله العجله دي علشان المريض اللي يوصل لغايه او يتنقل من مكان لسه السنه اللي فاتت او يروح بيها التواليت حتى. احنا لسه السنه اللي فاتت في جهاز من خلال الصيدليه الخيريه ب400,000 جنيه ده وصل لقسم جهاز تنفس صناعي لقسم الاطفال في الجامعه عندنا. وفي قبل كده في حاجات كانت راحت المستشفى اللي هي القصر التعليم. وفي برضو اللي هي المستشفيات التانية في برضو الأجهزة التعويضية زي أطراف صناعية، واحد محتاج طرف صناعي ففي الآخر بيلجأ لنا في اللي هي الكراسي المتحركة، سماعات الودان اللي هي الحاجات اللي زي كده. شيء جميل. أنا بشكركم والله، بشكر باسمكم أعزائي المشاهدين وأعزائي الشباب في كل مكان هؤلاء النخبة المتميزة. ونقول يا رب يكون كمان إحنا قلوبنا رحيمة على الناس كلها وكلنا نبادر ونشترك. والله هشترك معكم إن شاء الله في هذا المشروع الجميل. ويعني أحاول بقدر الإمكان برضك أن أتواصل بقول كل الناس المشاهدين يا جماعة تواصلوا مع الجامعات وهنسيب أرقام تليفونات إن شاء الله. هذه الصيدليات الخيرية وهذه الجامعات اللي داخل جامعاتنا المصرية الخيرية عشان تتواصلوا معها عشان تتبرعوا بأي شكل، تبرعوا بأي حاجة، تبرعوا. المهم ان احنا نقدم خدمة للمريض يمكن تكون حياته متوقفة على هذا الدواء. يا رب ينقذ كل مرضانا ويشفيهم. بشكركم، بذكر باسمكم أعزائي المشاهدين كل من الطالب محمد عامر مسؤول الصيدلية الخيرية ورئيس الاتحاد، وهو طالب بكلية الطب المنوفية الفرقة السادسة. شكرا ليك، يا رب نشوفك دكتور قد الدنيا ووزير الصحة إن شاء الله في المستقبل. وبنشكر طالب عبد الرحمن زقزوق طالب بالفرقة الخامسة كلية الطب جامعة طنطا مسؤول الصيدلية الخيرية بجامعة طنطا، ويا رب تكون معاه شريك في وزارة الصحة مقبلا إن شاء الله. ويا رب يكون أكتر من شاب رائع يقوم بهذا الدور الرائع. بشكركم وبسمن أدواركم. شكرا لكم. خليكم معنا أعزائي المشاهدين، أعزائي الشباب في كل مكان. الموضوع لسه ما خلص، يعني لسه معانا فريق بيقدم بإخلاص خدماته الطبية علشان ينقذ حياة مريض، علشان يقدم الشفاء لرب أسرة محتاجاه الأسرة علشان قوي يبدأ يشتغل ويقدر يجيب لها رزقها. خليكم معنا لكن بعد الفاصل. ساعة الخطر بتصد الريح يا حضني بيضم المجاريح. ساعة الخطر بتصد الريح يا حضني بيضم المجاريح. يا ستري يا حنين بصحيح يا معلمانا نكون أحرار. الحضارات يا ام التاريخ مليان حكايات. يا مصر يا ام الحضارات يا ام التاريخ مليان حكايات عن الشرف وكرم الذات. يا قصة غنى جدوار. يا فجري لضمير الإنسان يا عبقرية زمن ومكان. يا مطوع الحجر الصوان يحكي لنا عنك باستمرار. يا مصر يا مصر يا مصر. يا مصر يا مصر يا مصر. يا مصر يا مصر يا مصر. يا مصر يا مصر. يا سريع يا حمامة بتغرد في الدوح. يا سريع في الدم
عودنا معاكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وزي ما حضراتكم شفتوا قد إيه القلوب الرحيمة في مصر يعني مليانة، شبابنا رائع، مليان بالدفء، مليان بالفرحة، مليان بالعطاء، وده هو الشباب اللي احنا مستنيينه لمصر الجديدة، لمصر اللي جاية، هو ده اللي احنا عاوزينه. معانا لسه من هذا الجروب طلاب من جامعات بتشارك معانا في هذه الصيدلية الجميلة والرائعة اللي لها معنى إنساني. معنا كل من الأستاذة الطبيبة امتنان سعيد، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة بنها، هي نائب مسؤول الصيدلية بجامعة بنها. أهلا وسهلا بيكي ومنورانا يا امتنان. ومعانا أيضا أعزائي المشاهدين الطبيب الجميل محمد السيد، طالب الفرقة الخامسة، هو طب بنها، مسؤول الصيدلية الخيرية بجامعة بنها أيضا. أهلا وسهلا بيك، منورنا. امتنان، خلينا في حالة امتنان دايما واحنا معاكم، واحنا فعلا ممتنين. اسمحي لي على اسمك الجميل، انا بتبشر بيه خير. قد ايه فكرة الصيدلية الخيرية فكرة جت في الجون، جت علشان تقدم للناس احتياجات. ازاي انضميتي للفريق، وازاي بقيتي انت النائب المسؤول في الجامعة عن هذا الجانب؟ هو بداية اشتراكي في الصيدلية كان من سنة أولى، يعني من أول ما دخلت الكلية. هي أصلا الصيدلية عندنا في بنها نشأت من 2008، يعني بعدها بحوالي 5 سنين. أول حاجة شدتني في فكرة الصيدلية زي ما حضرتك قلت إن هي بتساعد ناس كتير، وإن هي فعلا ضرورة في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. وغير كده الواحد كان عايز إن هو يسيب بصمة ويبقى مؤثر، مش مجرد مركز في الدراسة وخلاص. صح. بالنسبة بقى لموضوع النائب، هو الصيدلية يعني أي عضو فيها بيحس بجد إن هو عايز يديها أكتر ما عنده، وغير كده كمان إن هو يطور فيها ويحسن فيها. ففرصة النائب دي هي جات لي، يعني أنا شايفة إن أنا ما كنتش أستحقها، أو إن أنا يعني انت متواضعة، جات لي فرصة. بسم الله ما لا، شاء أنا الله. جات لي فرصة فعلا إن أنا أقدر أثر في المكان ده شرف ليا. انت مش عاوزة تقولي ان انا كنت ببذل مجهود رائع وكبير قوي لا عشان هم والله، كده اختاروني؟ قليل على الهدف اللي احنا بنشتغل الله علشانه. عليك، الله عليك، الله عليك. بس وإن شاء الله الصيدلية دايما تبقى في أحسن وأحسن. الله يبارك كمان لك، بإذن الله، الله. جميل جميل. محمد سيد، دورك في المجموعة ايه؟ ويعني دخولك داخل المجموعة ديت، وعملك كان عبارة عن ايه اللي بتقدمه، واحسن ما قدمته من وجهة نظرك كان ايه؟ انا انضميت للصيدليه بعد سنه تانية. كنت بدات كعضو في فريق الاستكشاف المسؤول عن استكشاف تقييم الحاله الاجتماعيه للحالات. لما بيجي لنا حاله بنبقى نتاكد قوي انها مستحقه وكده، فكنت انا عضو في فريق الاستكشاف، كنت لوحدي تقريبا في بتجيلكم ازاي الفريق. الحالة؟ انا عاوز اعرف بتجيلكم ازاي؟ الحالات بتجيلنا احنا دايما بنشتغل فكرتنا في الصيدليه على ان احنا نعمل صيدليه مركزيه في كل محافظه، كويس. تكون جنب مستشفى الجامعه. في كل محافظه دايما يبقى فيه مستشفى جامعي، مستشفى جامعه بنها مثلا عندنا. دايما الفلو الحالات عليها بيبقى عالي، وبيبقى اغلبهم حالات يعني الحاله الاجتماعيه بتاعتهم متوسطه او تحت خالص. فبنبدا نتواصل مع الدكاتره هناك في العيادات الخارجيه وفي الاقسام فوق، ان لما يكون في حاله محتاجه او باين عليها انها بتقول للدكتور مش هقدر اجيب دواء او كده، يبعت على الصيدليه الخيريه عندنا. احنا دايما كليه الطب بتبقى جنب يعني عندنا في بنها كليه الطب جنب مستشفى الجامعه، فواخدين مقر كده عند الباب، دايما الحالات بتيجي بنصرف لها يعني الادويه من هناك. كويس. دي الطريقه اللي بنقدر نوصل بيها للحالات باستمرار. انت بتسال الراجل اللي عاوز ياخد دواء ببلاش، دخلك ايه، بتشتغل ايه، حاجات زي كده، ولا ما بتحرجوش بتكتفي بان الطبيب اللي بعته لك هو خلاص عرف، فمش هتجدد بقى المشكله تاني؟ هي ملهاش علاقه بالاحراج، هو انت مسؤول قدام ربنا عن ان الدواء ده يروح لحد مستحق. نجحت في السؤال. الله يخليك. فانت بتاخد الاول، بنشوف البطاقه بتاعته، يعني انت مهنته ايه. الحاله الاجتماعيه برضو بتبقى باينه من الشكل بنسبه كبيره، وبنبدا بعد كده نصرف له الادويه من عندنا. الادويه اللي عندنا دايما بيبقى في نواقص والكلام دوت، يعني ما بيبقاش الدواء كامل. في ناس بيبداوا يتكلموا معانا ان طب بقيه الدواء اللي انت ما جبتوش دوت احنا مش قادرين نجيبه خالص. فساعتها بنبدا بقى ندخله في لجنه الحالات عندنا. لجنه الحالات دي بنبدا نعمل كشف اجتماعي في البيت، مش مجرد سؤال بس وان احنا نشوف صورته او كده. بننزل الكشف الاجتماعي لحد البيت، دي بقى لجنه الاستكشافات اللي انا كنت عضو فيها يعني. نتاكد الاول ان هو مستحق، وناخد بعد كده الكشف الاجتماعي دوت ونلف على الصيدليات. في كتير من الصيدليات متعاون معانا الحمد لله يعني. بياخدوا هم بعد كده الورق دوت، ولو لقى ان فعلا بص على الورق ولقى ان الحاله دي فعلا من وجهه نظره انها مستحقه، بيقول يعرفنا نبعتها له اول كل شهر يديها الدواء دوت. الصيدليه اللي متعاونه معاكم؟ الصيدليات اللي متعاونه معانا. انتوا بتقوموا بهذا الدور نيابه عن اصحابها؟ احنا يعتبر وسيط في عمل الخير تقريبا، احنا مش اكتر، احنا بس سواء ما بين الناس اصحاب الفكره. وانتوا اصلا يعني من دل على الخير فله دل على الخير كفاعله. فاعله. جميل قوي، او مثل اجر، فلا ينقص من اجورهم شيء. يعني سبحان الله، مجرد بس ما تقول له روح الصيدليه دي، يعني نقف على اول الشارع او حد عاوز حاجه روح الصيدليه دي،
ليه؟ لان انا خلاص دليت على الخير. الجانب الخاص بقى يمكن في الوصول الى الادويه، بنشوف يمكن الشارع في شويه ناس من المحترفين للشحاته. نلاقي واحد ماشي ورابط له ايديه وعامل له عينيه وواقف بقى طول النهار. انا مستغرب يعني الراجل واقف طول النهار، منين الصحه اللي جايبها؟ وواقف من انا مثلا وانا رايح الشغل وانا راجع منه نفس الراجل واقف ونفس الشكل يعني، ومنحني انحناء شديد. يعني متهيألي التعبان ده ما يقدرش يكمل مثلا 10 دقايق يكمل الوقت ده هو كله بيقف يعني. بده متدرب عليه سبحان الله. والله اعلم بحالات الناس، ولكن هذا الامر يمكن بيتكشف ليك لما بتشوف ان ده محتاج ولا لا. البعض منهم بيبقى معاه روشته ماشي كده في الشارع ويوقف الناس، والنبي يا ابني انا عندي مش عارف ايه كذا كذا، وهي الروشته دي تلاقيها مضروبه او هي حقيقيه ولاقيها في الشارع. طبعا انت مش هتعرف تقرا اللي فيها ولا يعني لو بصيت يمكن دققت في التاريخ هتعرف المشكله قد ايه ولا. لكن بنقول في الاخر ازاي نوجه الدواء لمستحقيه، ودي يمكن الفكره اللي انتوا بداتوها وخليتوا اهتمامكم بان ان المريض يكون محتاج. انا عاوز اسال امتنان على الجانب الخاص ب مش بس الدواء احنا ممكن نكون محتاجينه، ده في ناس محتاجه كمان تكشف، لان للاسف في حالات كتيره قوي اصحابها ما بيروحوش يكشفوا علشان الفيزيتا بتاعت الدكتور غاليه. حتى في بعض الجمعيات الخيريه او بنقول الجامع، تلاقي في جامع خيري كده موجودين في اماكن مختلفه، ما بيبقاش سعره قليل، بيبقى سعره كبير. اسمحي لي ممكن تعملوا حاجه معاهم؟ تمام، احنا بدأنا الموضوع ده فعلا في الحالات بقى اللي هي احنا متكفلين بعلاجها المستمر زي ما الدكتور قال. الحالات دي مثلا ساعات بتحتاج ان هي تعمل كشف دوري يعني كويس. عشان تجدد العلاج او تشوف فعلا هتكمل على العلاج ده ولا لا. الحالات دي احنا نتواصل مع دكاتره هم عارفين فكره الصيدليه ومشجعين الفكره وعندهم استعداد ان هم مش مجرد مثلا يساعدوا الحاله بالادويه زياده عندهم او كده، لا كمان يعملوا لها كشف ببلاش. كويس. في فعلا دكاتره معانا كده، في دكاتره عارفينهم في مستشفى الجامعه نفسها، بنبدا نوصل الحالات بالدكاتره دول وان شاء الله هنتوسع في الموضوع باعداد معينه، ولا مثلا بتيجي تقول للطبيب والله يا دكتور ممكن تدينا مثلا حوالي 5 كروت من عندك بتاعتك تكتب لنا عليها كده يعني يشرفني ويأنسني حتى يعني. ولما بيجي حد او ابعت لك الكارت معاه بحيث ان حضرتك تبقى عارف ان ده من طرفنا او اول حاجه، ودول بيبقوا عدد معين في السنه او في الشهر هتعمله مجاني. هل بتتفقوا معاه اتفاق كده ولا بتخلي الموضوع اوبن معاه؟ هو لحد دلوقتي احنا عدد الحالات عندنا اصلا محدد، فاحنا عارفين مثلا هنحتاج كام حاله في التخصص ده، كام حاله في التخصص ده. لكن ان شاء الله لو الموضوع اتوسع ممكن فعلا يوصل للصوره دي باذن الله. تمام. محمد، هل توقفتوا عند الادويه ان انا اجمعها، ان انا ارتبها، ان انا اوزعها، ان انا اعمل حلقه الوصل دي وبس، ولا ليكم انتوا دور كمان؟ يعني انت كطبيب ممكن قوي ربنا يكرمك كده وتلاقي نفسك مثلا. انا كان عندنا والله عندنا في العماره والله الى هذه اللحظه يعني ربنا يكرمه، شخصيه رائعه ويمكن هو كبير عننا يمكن مع اخواتي الكبار، كان دايما في كليه الطب ينزل لكل واحد في العماره. هو كان في الدور السادس تقريبا، فكان بينزل ويعدي علينا، واللي محتاج حاجه كان يكشف ويكتب له روشته. هو طبيب وبقى طبيب كبير جدا وما زال يقدم هذه الخدمه. هو لسه طالب يعني؟ وهو لسه طالب بيتدرب. وبعد لا انا عاوز بعد ما بقى هو بقى دكتور كبير جدا يعني بسم الله ما شاء الله. اشوفكم كده يا رب زيه والله اخلاقه الجميله زي ما اخلاقكم جميله. ربنا يكرمك يا رب. بيأدي هذا العمل. اسمح لي الجانب الخاص بي، انا طبيب وتعلمت ازاي اقدم خدمه مجانا، ازاي اعمل تبرع بمجهودي. طب بقول لك على حاجه، هو انا اصلا اللي حببني في فكره الصيدليه وخلاني انضم ليها ان هي اولا فكره يعني عمل خيري بس في مجالك. انت هتبقى بعد كده دكتور زي ما حضرتك بتقول، وهتبقى شايف ان حالات مستحقه وده مش عارف يشتري الدواء، فانت بتقدم خدمه للراجل ده. تاني حاجه ان الشخص دوت انت بتساعد واحد اجتمع عليه الفقر والمرض، فانت بتقدم له دواء يعني ديت يمكن يكون جزاء عند ربنا كبير جدا احسبه على كده. الله عليك. فبعد كده يعني فكره ان الاطباء يتحركوا كمان بشكل او باخر، يعني يبقوا هم موجودين في بيوتهم يعملوا خدمات للي حواليهم. يعني والله كنا بنصحي الطبيب ده، كنا بالليل في عز الليل والله ونخبط عليه ويقوم ويبقى لابس بس الروب على البيجام ونازل زي الافلام كده ونازل يدور على مين ويقعد معاه، ولو هو نفسيته تعبانه يقعد يريح له نفسيته. يعني الجانب ده احنا محتاجينه في كليتنا عشان نعلمه لاولادنا وشبابنا، ولا هو موجود بالفعل وبالفطره؟ هو ان شاء الله يكون موجود يعني. ممكن تعمل الجانب ده مع نفسك ومع اللي حواليك كطبيب؟ هو غير انك طالب دلوقتي يعني مش هنقول ان انت بتجرب.
طيب هو احنا بنسبه كبيره اقول لك على حاجه، انا الفتره اللي اشتغلت فيها برضو بالصيدليه كنت بلاقي دايما ان احنا ايه لما بيكون مثلا اوقات بيبقى جاي حاله في المستشفى، الحاله دي محتاجه دواء ويكون يمكن الدواء حتى تكلفته تكون عاليه جدا. كويس. احنا ما نقدرش عليها لان احنا اولا طلبه ما معناش ميزانيه في حاجه زي كده، وتاني حاجه الصيدليات برضو مش هتجيب لك دواء مثلا في حقنه اسمها اي في اي جي توصل ل 30000. فاللي كان دايما بيتكفل بيها الجانب اللي انت بتقول عليه دوت، ان تلاقي الدكاتره هم اللي بيصرفوا عليه على الحاله من جيبهم. انا الله. جيت كذا مره اتكلم مع حد من الدكاتره في المستشفى قال لي احنا تقريبا المرتب اللي بناخده من الجامعه بنطلعه كل شهر. الله. لان انت هو ده الجانب الانساني فعلا اللي هو بيحببنا فعلا في مهنه الطب. الله الله الله. امتنان، قولي لي، في أنشطة كتيرة داخل الجامعة بتأدوها. طبعا النشاط ده من الأنشطة الجميلة والرائعة، ولكن في هناك أنشطة بتقدموها حتى للأطفال. أنا بشوف يمكن أطفال 57 مستشفى 57 الجامعة متواجدة الصراحة في المستشفى، رغم ان الناس دي يعني لاقيه رعاية واهتمام، لكن الجانب النفسي بقى قوي اللي بيرتبط بقى بالمودة والرحمة للحضور للابتسامة، دي ساعات ما بنلاقيهاش او تبقى حاجة تدفع فيها فلوس بالفعل. قولي لي ادواركم ايه مع بعض هذه المستشفيات اللي بتقدم عمل خيري وفي نفس الوقت بتبقى محتاجة حد يبقى موجود معاه، يقدم ابتسامة، يقدم مساعدة، يعني يقابل الناس بفرحة. قولي لي، هل ليكم تواصل معاه؟ هي أنشطة الصيدلية فعلا هو طبعا الأول أي عمل ناجح، عمل تطوعي لازم بيكون ليه هدف، هو الهدف الأساسي. برافو عليك. وده إلى جانبه بقى بيبقى فيه أنشطة تانية برضو بتنصب في نفس الهدف. فاحنا هدفنا الأساسي توفير الدواء للمريض اللي مش قادر يشتري. كويس. عندنا طبعا أنشطة تانية كتير، منها زي ما حضرتك قلت الجانب النفسي للمرضى. احنا عندنا لجنة خاصة اللي هي بقى زيارات للمرضى. في حفلات بتتعمل للأطفال المرضى، مرضى الكلى، مرضى الدم، الأورام. بنعمل لهم حفلة تقريبا كل عيد. عندنا زيارات للأيتام، زيارات للمسنين. زي ما حضرتك ذكرت برضو مستشفى 57 احنا رحنا لها كذا زيارة، وساهمنا كمان في جهاز باسم الصيدلية الخيرية هناك. وإن شاء الله كمان في خطتنا الجاية عندنا كمان المستشفيات اللي هي لسه ناشئة ولسه محتاجة دعم، بإذن الله برضو ناويين إن احنا إن شاء الله نروح لها كذا زيارة ونساهم فيها كمان إن الله شاء عليك. الله. دايما بتبدأ الأفكار النبيلة يمكن بحاجة صغيرة قوي، وربنا سبحانه وتعالى بيحط فيها البركة، واللي هي بتكبر بتكبر بتكبر. ما بتفكروش تفكروا أكتر وتصعدوا الموضوع ده على إنه ما يكونش بس يعني خاص بالجامعات، لا ده يخرج للمجتمع كله. وليه لا لما نلزم يعني وزارة التضامن الاجتماعي بدورها الفعال، ليه ما نروحش مثلا لجامعة الأزهر شريف أو اللي هي بيت المال اللي اتعمل دلوقتي للزكاة، ونخصص له جزء مالي، نقول له والله يا جماعة احنا محتاجين جزء مالي، لأن دلوقتي الناس بتخرج زكاتها في هذا الجانب، جزء مالي للجمعية ديت وللمجموعة دي، احنا محتاجين فعلا 1 2 3 4. يعني هل ممكن تتوسعوا أكتر فيها وتقدموا أفكار كمان تكميلية عشان الموضوع يبقى قومي أكتر من إنه يكون في جامعاتنا المصرية بس؟ جميل جدا. احنا اصلا الفتره اللي فاتت الفكره العامه اللي بنشتغل عليها ان احنا عايزين ننشر فكره الصيدليه في كل الجامعات. يعني الفكره بدات في شبين في 2006، بعد كده اتنقلت لبنها 2008، في 2015 و2016 بدا تقريبا 5 جامعات. الله. ما بدانا نشتغل شغل على النت جامعة، ده غير جامعاتنا الخاصه. بدا 5 جامعات تقريبا، طنطا والفيوم و6 اكتوبر وجامعه حلوان، كذا جامعه بداوا يتواصلوا معانا انهم عايزين يعملوا صيدليه خيريه عندهم. فالموضوع الحمد لله يعني بدأ ينتشر في الجامعات، وان شاء الله نوصل ان يكون كل جامعه فيها صيدليه. وتاني حاجه من الحاجات برضو المبهجه جدا ان احنا كذا حد من الحالات اللي هي جت عندنا تصرف دواء او كده، اما بتروح هناك القريه بتاعتها وتتكلم مع الناس، لقيت انا في 2 من الجمعيه الشرعيه بتاع قريه تقريبا بعد كفر الشيخ ابراهيم تواصل معايا وقال لي ان احنا عايزين نعمل المشروع ده عندنا، نبدا نجمع الدواء من اهل القريه واللي محتاج برضو من اهل القريه نخدمه. الله عليك. فالموضوع ده بدا في قريه برضو كده، وفي واحد زميلنا برضو من الكليه بدا الموضوع ده عندهم في القريه. جميل قوي. بنقول احنا دايما بنطلع الخير، وعاده لما نيجي نطلع الخير بنطلعه يمكن على هوانا ورؤيتنا. تشوف واحد وجنبه واحد نقول لا ده شكله كده هو اللي محتاج، يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيدلنا عليه. لكن ساعات بنقع في حاجات كتير قوي، بنلاقي ان احنا ادينا هذا المال لمن لا يستحق، ويمكن بيبقى محترف، نشوفه لاول مره او نشوفها لاول مره في الشارع ونلاقيها صعبت علينا وقالت لنا كلمتين حلوين ودعت لنا دعوتين حلوين، فنطلع من اللي معانا وممكن بسخاء كمان ونديه لها، وهي ما بتكونش محتاجه اكتر من ان هي توفي احتياجاتها فقط. يعني لو ربنا كرمها ب10 جنيه وروحت البيت هتبقى معاها حضن ولادها وهتبقى بتأدي لولادها وربنا سبحانه وتعالى كرمها. لكن في ناس ما بتكتفيش، ويمكن دي المشكله. هل لنا ان احنا كمان نعرف الناس ونوعي الناس في الشوارع يا جماعه
أعمالنا الخيرية دي لو قنناها وحددناها واديناها لكيانات معينة هتقدر تخرجه بشكل كويس وتدي للي محتاجه مش للي مش محتاجه. هل ممكن ده يكون من أعمالنا التوعية؟ ازاي ندي المال للي محتاجه، وازاي نحدد الاماكن الخاصة باعطاء المال، وازاي نوصل ده بشكل حتى يعني بسيط قوي، مش محتاج ان انا امشي لغاية هناك، مش محتاج يعني في ناس بتبعت ناس عشان تاخد هذا الجانب. امتناع. هو اكيد اي حد طبعا عايز مثلا يتبرع بمبلغ سواء صدقه او زكاه، بيحاول على قد ما يقدر ان هو يتحرى المكان فين. حقيقة. زي ما حضرتك قلت ان ساعات بقى لانه مبقاش متاح ليه حاجه تانية اللي هو شكل الاستعطاف بقى، اللي هو زي ما حضرتك قلت ممكن يوصلوا لحد غير مستحق، يوصلوا لحد مجرد واخدها زي ما حضرتك قلت مهنه وان ما كانش الاغلب. وقلوبنا الرحيمه بقى تقول يا عم خلاص بقى، هو عارف ان هي مش مستحقاه، ولا هو مش مستحق، وده متسول، ودي مش دي ممتنه، ويمكن عامله جمعيات. انا وقفت في اشاره وسمعت ناس بتتكلم على جمعيات، شحاتين بيتكلموا على جمعيات. يعني تخيلي هو محتاج توفير احتياجه، الله اعلم بقى عشان يتجوزوا ولا عشان يعملوا ايه. بس يعني ورغم ان احنا شايفين وعارفين، لكن رغم ذلك بنقع برضك في اللي احنا بنقع فيه. تمام. هو ده بيعتمد بقى على الشخص ان هو لازم يتحرى هو هيودي فيه. صح. وده طبعا هيتحسن ان احنا نبدا نعمل يكون في مثلا مكان موثوق وبيوضح هو ازاي بيوصل المكان اللي هو المساعده دي للي فعلا محتاجها. احنا مثلا عندنا في الصيدليه عندنا صرف الادويه كلها لازم بحساب، يعني مش مثلا اي حد جاي عايز دواء يخرجه له خلاص، لا، اي حد بيجي لي باخد منه الاول بيانات عنده تامين علاجي ولا لا، هل مثلا هو بيشتغل ايه، مصدر الدخل بتاعه ازاي، وبسجل البيانات دي عندي. وغير كده بسجل هو خد دواء امتى وبكميه قد ايه تكفيه قد ايه، عشان لو جالي تاني مثلا ما اكون انا ادلوش عارفه زياده عن حقه، او يعني ما يعني بالظبط، يعني ما او يكررش إن هو احرموش يجي من اقول له تاني. والله انت جيت مره، لا ده انت دواك بتاخد كذا، لا بقى انا عندي خلفيه. انا بالظبط. ده شكل منظم قوي. هو التنظيم هو الاساس، بحيث ان احنا نقدر نساعد الناس وفي نفس الوقت نحافظ على الامانه اللي في ايدينا. جميل. فاحنا بنحاول دايما ان احنا ننظم، ان احنا ناخد بالنا من الحالات اللي بتجيلنا، الادويه اللي بتخرج لهم ازاي وبكميه قد ايه، والموضوع مستمر على كده. طيب محمد، يعني الجانب الخاص بالالزام بقى كيانات معينه باشراكها، هل ما تطورتوش للجانب الاشراك لكيانات معينه بتقدم فعلا خدمات ممكن قوي ان هي تضيف لصندوقكم او لجمعيتكم او للصيدله بتاعتكم بجانب مالي بجانب دوائي؟ هو احنا دايما بنحاول يكون في تعاون ما بيننا وما بين الجمعيات المشهوره زي جمعيه رساله وجمعيه صناع الحياه. بنحاول يكون في تعاون ما بيننا في مجال ان هم ما بيبقى عندنا نواقص للدواء دايما ومؤسسات باستمرار. التكافل الاجتماعي والمؤسسات الحكومه نفسها ممكن ان شاء الله الفتره يعني بتهيألي لما تروحوا يعني تقول والله يا جماعه احنا نعمل لكم كمان دراسه جدوى طبعا، او عفوا دراسه حاله اجتماعيه، بس علمونا كده، تعالوا ادونا دوره كده، علمونا ازاي نعمل الدراسه دي ونبعتها لكم، لان احنا بنختلط مع ناس كتير جدا. يبقى احنا بقدر الامكان كمان هنأدي ده، ممكن يكون منافذنا للناس اللي محتاجه من خلالنا، وده يبقى نوع من الاشتراك، يعني تبادل الخدمات. يعني احنا محتاجين توسع اكتر فيها. هي دي ان شاء الله دي فكره حلوه ان شاء الله ممكن تعمل الفتره الجايه، بس اللي كان بيتعمل قبل كده هو مجرد تعاون ما بين الجمعيات الخيريه زي جمعيه رساله وجمعيه صناع، وما بيننا بيتعاون عن طريق مثلا نعمل قافله مشتركه، تعاون عن طريق ان نواقص الادويه اللي بتبقى عندنا اول كل شهر، وكذلك جمعيه رساله بيتم تبادل قاعده البيانات اللي فيها النواقص ديت، ولو احنا عندنا مثلا حاجات زياده او هم عندهم حاجه زياده نبدا صح نكمل بعض في حاجه زي كده برضه. تمام. في شباب بيعزف عن العمل الخيري، وفي شباب بيحسبها كده، يا عم انا مالي، ايه اللي دخلني في الموضوع ده؟ هو انا عندي وقت؟ ده انا في كليه الطب والمفروض اذاكر، ده الدكتور الفلاني طالب وطالب وطالب، وانا عندي وقت؟ انا ممكن اطلع 5 جنيه مثلا ولا 2 جنيه وخلاص وخلص الموضوع على كده. قولي لي اهميه العمل الخيري يا امتنان، وايه مردوده علينا؟ مردوده ايه علينا احنا شخصيا؟ وهل لما انا اجي اتعين في مكان، هل العمل الخيري ده مفروض انه يكون في السي في بتاعي زي ما بيشوفوا بره؟ يعني بره بيعملوا كده، الشباب بيقدموا وهو بيقدموا انا عملت كذا وكذا ومن ضمن العمل الخيري. عاوز اعرف ايه مردوده عليكم شباب؟ تمام. هو العمل الخيري في الاساس الهدف منه اللي هو ان احنا نتقرب بيه لربنا سبحان ده الله. طبعا الهدف والنيه الاساسيه، وده اعظم حاجه. في بقى جزء كمان في العمل الخيري او اي عمل تطوعي عامه، ان هو بيعلم الانسان مهارات مجتمعيه زي مثلا تنظيم الوقت، زي التخطيط، زي العمل الجماعي. الحاجات دي احنا مش هنتعلمها في المحاضرات، كلها دي فوائد بالظبط، مش هتلاقوها في اي حته غير في العمل غير في الاجتماعي، الانشطه الطلابيه وفي العمل التطوعي. فالعمل التطوعي طبعا بيعود على الانسان يعني ايه فوائد كتير جدا.
زي ما حضرتك بتقول الوقت بيكون مضغوط علشان الدراسه، والدراسه نفسها اصلا طبيعتها مش سهله. بس هو بعد توفيق ربنا لازم الواحد بس يبقى فيه شويه تنظيم وقت، ويعني ايه ترتيب اولويات، والامور بتمشي. وغير كده كعمل خيري هو عمل جماعي، فالشغل بيتقسم على اكتر من حد، ومن هنا يقدر ينظم وقته. محدش يظن ان العمل الخيري او العمل التطوعي هو ده اللي هيضيع وقته، لا، ده بالعكس، ده هيطورك، هينميك، هيساعدك ان انت تبقى احسن في كل حاجه. الله. محمد شايف ايه في العمل التطوعي؟ شايف ايه في العمل التطوعي؟ هو بالنسبه كبيره للعمل التطوعي تقريبا هو انا لما انضميت للصيدليه بعد سنه تانية، كان الهدف الاساسي ليا ان انا كعمل خيري، بس برضه الناحيه الثانيه الاجتماعيات، ان انت يكون ليك علاقات مع الناس وكده يعني. اولا بتكتسب مهارات كتيره جدا زي ما امتنان قالت، من ناحيه التعامل مع الاشخاص، من ناحيه تنظيم الوقت وغيره. تاني حاجه ان انت بيكون عندك دايما يعني لما بتتعرف على دكاتره في مجالنا احنا بنتعرف على دكاتره وغيره، ودولت بيبقى يعني مفيدين في ناحيه الصيدليه، مفيدين بعد كده في حاجات تانية كتير يعني. جميل. الطبيب اللي عنده حالات إنسانية كتير، الطبيب اللي معروف عنه انه رحيم، الطبيب اللي بيخاف على الناس لانهم ناس في الاول وفي الاخر، ممكن يكونوا من اهله، ممكن يكونوا حد محتاج، ممكن هو نفسه يقع في ورطة في مكان ما مش لاقي حد يساعده، حتى ان شاء الله يا رب يديله برشامة، عنده صداع شديد ومعاه الفلوس في جيبه لكن مش قادر يوصل لصيدلية. يعني دور الرحمة ايه في العملية الطبية؟ وهل ممكن نجزأ الرحمة عن الطبيب؟ يعني ممكن الطبيب يكون شاطر قوي ولامع جدا ومشهور جدا جدا لكن ما فيش في قلبه ذرة رحمة. هو بيعتبر ان لما يكون شاطر وشديد الرزق هيجي له كويس قوي. قول لي يعني ايه فكرة الرحمة مع الطبيب، وايه التلازم واهميته بالنسبة للطبيب او الصيدلي او ما يقدم الخدمة الطبية؟ هو الفكرة ان انت كطبيب دايما مطلوب منك ان انت يعني انت بما ان انت دخلت طب فانت وهبت حياتك للمكان ده. انت طول حياتك مثلا بتذاكر، وبيبقى بالاضافه للحاجات الثانيه اللي انت بتبقى وده شغال الدافع فيه. الاساسي ان ده انت الدافع بتخفف الأساسي. عن الناس المهم بالظبط. وتعبهم. انت بيبقى عندك دافع ان انا داخل دلوقتي انا طبيعي هيبقى بعد كده طبيب وفي مليون واحد، بس انت بتبقى بنسبه كبيره نفسك تخفف عن الناس دي اول حاجه. تاخد بالاسباب، بس مجرد ان انت يعني اذا كنت هتذاكر او اذا كنت هتبذل مجهود في حاجه، عشان لما ربنا يحطك بعد كده في موقف قدام عيان او قدام حاجه ما تبقاش حاسس من قدامك انك مقصر في حق العيان ده ومقصر في حق نفسك قدام ربنا يعني. تمام. اي عمل فيه خطوره واي شيء ممكن يجي لنا منه مشكله، وده طبيعي. انا ببقى خارج من شغلي او خارج من بيتي ورايح شغلي وعاوز ادي عمل انساني، ممكن قوي تاتيني المنيه، وده قدر الله سبحانه وتعالى باي سبب من الاسباب، لكن ما يتعلقش ابدا بالشغل. لكن في بعض الاعمال اللي بيبقى الشغل فيها دي دخل بالاصابه، زي مثلا طبيب بتاع الاسنان، زي الطبيب اللي بيكشف مرض جلدي، زي اي من هذا الامر. وطبعا ده ما بيخلص منه، وكتير قوي ما بتكون اشياء الانسان لمسها بالفعل. هل الادويه اللي تم لمسها والتعامل فيها ببعض الامراض الجلديه او بعض الامراض الوبائيه اللي ممكن تيجي لمجرد اللمس، هل احنا بنحتاط واحنا بنتعامل معاها؟ يعني احنا بقدر الامكان يا اما بنطهرها، زي مثلا شريط دواء معروف لمثلا مرض جلدي معين، اللي استخدمه ده ممكن كان يعني هو كذا مره مسكه في علبه معينه 4-5 مرات ما هو فتحها. الشريط ممكن ما يكونش خلص لغايه اخره، مش هنرمي 4، لكن ممكن نخلي 2. ممكن نلاقي بعض الحاجه مفتوحه لكن الموجود جواه. وفي ناس لما تاخد الدواء تفتح الدواء كله وتحطه في ايديها وتطلع واحد وتاخده وتحط الدواء ده تاني. بيترمي ده يعني ما احنا ما نعرفش. احنا عاوزين نقول ازاي بنتعامل مع جانب الخطوره علينا، وازاي بنتعامل مع جانب الخطوره ان نلغيه على الاخرين. تمام. هو عشان جانب الخطوره ده احنا اي ادويه بتجيلنا في الاول لازم بنبدا نفرزها حسب تاريخ الصلاحيه. الادويه زي ما حضرتك قلت في ادويه ممكن تكون سبب في نقل عدوى، تمام. اللي هي بيكون فيها كونتاكت او تعامل مباشر من المريض. حاجه زي مثلا ازازه بتتفتح او مرهم او الحاجات دي، اي حاجه مفتوحه بتترمي. الحاجات دي ما بتفضلش عندنا. تمام. لكن اي حاجه بقى مقفوله لسه زي ما هي، دي بنبدا نشوف تاريخ صلاحيتها وبنراجعه باستمرار بحيث ان هي ما يبقاش فيها اي ضرر على المريض. احنا معانا الصوره اللي فيها التواصل بتاعكم، واحنا عاوزين طبعا نعلق عليها اذا كان هيبقى موجود. ده الجانب الخاص بالتواصل، ودي ارقام تليفوناتكم. احنا عاوزين نحط ارقام تليفوناتكم. في ايميل على الواتس بالظبط، وده او الرقم على الرسمي الفيس. للصيدليه. نقول الايميل طيب لو حد حافظه بسرعه عشان احنا كمان بنختم خلاص. تمام. حد حافظ الايميل؟ لا والله. طيب نقول هو رقم جروب التليفون 010 010 147 35 196. ومعانا على الشاشه. بشكركم وبشكر اهتمامكم، وبقول دايما بلدنا بخير، ولادنا بخير، وعاشت مصر دايما بولادها.
حلوة وأبية. شكرا ليكي امتنان سعيد، طالبة الفرقة الرابعة كلية الطب جامعة بنها، نائب مسؤول بالصيدلية بجامعة بنها. شكرا ليكي. شكرا لحضرتك. وشكرا لمحمد السيد طالب بالفرقة الرابعة مسؤول الصيدلية الخيرية بجامعة بنها. شكرا ليك. شكرا حضرتك. شكرا لكم أعزائي الشباب، انتوا كمان لازم تكونوا زيهم ولازم كمان تتواصلوا معاهم. إن شاء الله نشوفكم دايما كلكم بخير. إلى اللقاء.